السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير، تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم بيتزا جيت اقتصادية بدون دلك بدون عجن، تتجي خفيفة وتذوب دوا في الفم، والطريقة ديالها تتساق تجربة وغادي تعجبكم بزاف الا جربتوها. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليوا واحد اللايك الله يجازيكم بالخير فضلا وليس امرا، وبالتوفيق الجميع ان شاء الله يا ربي. هنا البنات تعبروا باي زلافه تفضلوا نتوما، هي كبيره صغيره وتاخذوا منها نفس القياسات. انا عبرت بهاد الزلافات شويه، راه تدير فيهم الديسير والتحليات، هما باش عبرت. نبدا بالماء الاول، عندي ندير 2 زلايف من هادو ديال الماء دافي. الزلافه الثانيه غنزيد دابا البنات واحد المعالقه ديال الخميره، ديروا المعجونه ولا الاخرى الفوريه، معلقه ديال السكر سنيده. دابا غادي نزيد هنا عندي الفينو البنات، السميد الناعم تيكون رقيق بزاف، ولا غادي درت زلافه نفس القياس اللي عبرت بهم الماء عبرت بهم الفينو. غنخويها هنا. دابا البنات غادي نطحنها مزيان في مونيكس، اللي ما عندوش اللي عنده الميكسور يطحن به، ماشي ضروري المونيكس، انا ما عنديش تنطحنها في مونيكس. نطحنوه مزيان، نطحن البنات هذيك الخليط مزيان كيف شاهدتوا معايا. تقريبا انا بقيت نطحنو من 4 دقائق حتى ل 5 دقائق، نتوما تطحنوا تيولي بحال الشكل ديال الكريمي. من بعد تنفرغوا في الاناء على هذا الشكل هذا. نتوما تشوفوا معايا نوريكم كيفاش خاصو يكون الخليط ديالنا. بحال هكا البنات تتبان لكم السميده مابقاش كاع تتبان، بحال هكا ما يبقاوش يبانوا كاع ديك الحبات. يعني هذه هي النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها، وراه تتجي زوينه البنات، غير جربوا غادي تعجبكم بزاف، تتجي هشيشه وتذوب في الفم، الطريقه ديالها غزاله. من بعد البنات نزيد الملح على حسب الذوق، نزيد واحد نص كاس ديال الزيت، عندكم زيت الزيتون يمكن لكم ديروه، ما عندكمش ديروا زيت عاديه وصافي. نزيد هنا الزعتر تيبقى على حسب الرغبه ديالكم، ديروا ما بغيتوش ديروه بلاش. من بعد تنخلط هاد المكونات بحال هاد الشكل هذا مزيان، تيتجانسوا ليا مع بعضياتهم. ومن بعد البنات نفس الزلافه عبرت بها الماء وعبرت بها الفينو، غادي نعبر بها الدقيق. انا عبرت 3 ديال الزلايف، خويت الزلافه الاولى غادي نخلط بحال هذا الشكل هذا، نخلطها مزيان، نخدمها مزيان. بغيتو تخدموا بيديكم خدموها، انا في الاول خدمت بالفوي، هي من بعد غادي نستخدم يديا. زدت الزلافه الثانيه، وهاد الكميه اللي درتها البنات ديال العجينه راه يخرجوا لكم بيتزا الشكل اللي بغيتو نتوما. انا خرجت منهم 3 كبار، نتوما تقدروا تخرجوا 4 حتى ل 5. من بعد البنات تنزيد الزلافه الثالثه، تنبقى نزيدها تدريجيا بشويه بحال هكا، تنزيد بشويه تنجمع، وتنعاود نخوي في الجناب حتى هما نجمعهم وتنخلط هكا. تتبان لكم العجينه باقا جاريه، ولكن خلوها هكاكي مزيانه تبقى خفيفه. على هاد النتيجه دي تنبقى نضربها بحال هكا خاصها تبقى لنا شويه خفيفه البنات. صافي هي الزلافه درتها كامله كما شفتوا معايا. سمحوا لي على هذا الصداع، هذا طالعه السطح باش تنهضر. هنا البنات من بعد فاش نساليها تنزيد واحد شويه ديال الزيت، تنديو نجيبها بحال هكا في الزيت باش نخليها تخمر. البنات هنا غادي نخليها تخمر 3 ديال المرات، المره الاولى والثانيه والثالثه. من حدا البنات هي تزيد تخمر وتعاودوا ثاني تخلوها تخمر، تفشوا المره الاولى والثانيه، راه تتجي العجينه مهويه وتتجي خفيفه. انا البنات سديت على فهاد الميكا، زمتها مزيان ولكن خمرت نيتها. عندما كيف شفتوا الميكا معايا دابا ديال التخميره الاولى خمرت، هذه نوريكم الاولى. غادي نفرغ منها الهواء بحال هكا كيف شفتوا. دابا غادي نفرغ منها الهواء باش نعاود نردها تخمر المره الثانيه. شوف تبارك الله البنات شحال تتجي
يعني تيجيو في هذيك النفاخات حتى تعرفوها، باش تشوفوا ديك النفاخات تطردق لكم في اليد ديالكم، عرفوها راه مدلوكه مزيان معجونه مزيان. يعني العجينه ما تحتاج لا دلك لا حتى حاجه وتتجي رطبه. دابا البنات فرغت من الهواء، غادي نخليها تخمر المره الثانيه. هنا الوقت البنات ماشي على حساب الجوع عندكم، زعما ما تخليو ولا 15 دقيقه لا حتى حاجه، غير تشوفوا الضعف الحجم ديالها خمرت كيف شفتوا معايا المره الاولى، تتفرغوا من الهواء. يعني ما غاديش تحتاجوا لا 10 دقائق لا 15 دقيقه لا 20 دقيقه. تنعاود نسد عليها ونخليها تخمر عاوتاني المره الثانيه. ها المره الثانيه البنات شوفوا كيف ولات، زادت خمرات اكثر من الاولى. تيجي الشكل ديالها بحال هكا البنات، شفتوها بحال هكا. يعني شوفوا تبارك الله العجينه كيف تجي البنات، تجي خفيفه وتجي مهويه بحال هكا. كان عندكم الوقت البنات راه تزيد، انا يكون عندي الوقت صراحه راه تندير 4 المرات تتخمر، نعاود نفرغ من الهواء نعاود نردها تخمر نعاود نفرغ من الهواء. صافي تجي واحد البيتزا تجي خفيفه وتجي احسن من تتباع ديال المحلات، تجي منها اكثر واعره زعما. صافي هنا تنفرغ من الهواء البنات. صافي هذه هي الشكل ديالها. ودابا البنات نرش شويه ديال الفينو تنديها هكا ونجيبها وتتقسموها الشكل اللي بغيتو تصايبوا يا ميني بيتزا، يعني تتشكلوا كيما بغيتو نتوما. انا خرجت منها 3 درتهم كبارين شويه. نتوما يمكن لكم تخرجوا منها من 4 حتى ل5، تخرجوا موسطين ما كبارين ما صغارين. نخليهم يرتاحوا شويه، هي اللي من بعد غادي نبدا نسرح فيهم. بديت بالاولى البنات طلقتها درتها طيب، وغادي نوريكم عاوتاني الثانيه الطريقه ديالها كيفاش تنخدمها. بحال هكا بغيتو البنات تبقاو تخدموها بالصباع ديالكم وتسرحوها، والجناب بركو اكثريا غير على الوسط. الوسط اللي غادي تسرحوه بزاف بحال هكا. ومن بعد درت الدله، كنوريكم الطريقه اللي غادي ندير انايا. انا الجناب ديالها غادي نعمرهم، نتوما ممكن تشوفوا ليها تعمرهم من الاول الطيبار ديالها. ما تكونوا تتسرحوا خدموا في الوسط بزاف، والجناب خليهم شويه منفوخين. من بعد البنات خديت اللاطه، رشيتها بالفينو ولا ديروا بابيكا غير. هنا البنات جناب من بعد سرحتها. هذوك الجناب البنات غادي ندير فيهم الفرماج. يعني عندكم الفرماج ما محكوكش، انا عندي محكوك درتها محكوك صافي. نتوما ما عندكمش محكوك تقسموه غير طريفات هكا بحال الشكل ديال الفريت بحال هكا، وتبقاو تعمروهم في الجناب. هاد الطريقه البنات تجي غزاله بزاف وغادي تعجبكم. الطريقه راه تتحمق والنتيجه ديالها راه ناجحه في 100% وغادي تعجبكم بزاف بزاف. غير جربوها وردوا عليا الخبر وتبعوا المرحلات، وان شاء الله غادي تعجبكم الطريقه ديالها راه تجي غزاله. صافي البنات هنايا تنبقى نثبت هذوك الجناب العجينه، تنبقى نثبتها بحال هكا باش ما يتحلوش ليا فاش طيب. عندكم عاوتاني الطريقه البنات يمكن لكم تصايبوها بحال هكا وديروا العماره كلشي في مره واحده وتخلوا الفرماج حتى الاخير. انا البنات طيبتها حمرتها. هذه هي الطريقه باش نطيبها. من بعد هي اللي تنعمرها. صافي البنات هنا تنبقى كيف ما شفتوا تنبقى ندير بيديا بحال هاد الطريقه هذه باش تجيني متساويه تجيني مقاده. وبحال هكا البنات نعاود نثبت الجناب مزيان. من بعد البنات ندير فيها بحال هكا ثقوب. لما ما عندكمش هذه ديروا فرشيطه باش تصايبوها. هذه هي الطريقه ديالها. العجينه البنات راه تجي هشيشه بزاف بلا قياس، يعني محتاجين انا ندير لكم حتى حاجه وتجي زوينه. جربوا الطريقه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وسمحوا لي على الفيديو الطويل، وسمحوا لي على كثرت عليكم الهضره بزاف، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه. من بعد البنات دخلتها الفران، شعلت عليها من الفوق والتحت. عندي الفران فيه الفوق والتحت بوطه غاز عاديه وفيها الفوق والتحت. اللي فران عادي طيبها من فوق وسعيها لما بغاش يحمرها ما يحمرهاش. تنديرها بحال هاد الشكل البنات تتحمر بحال هكا. شوفوا البنات شحال رطبه هشيشه بزاف. هنا البنات تبقى العماره على حسب الاختيار ديالكم نتومايا كما بغيتوها. انا البنات دهنت لاصوص ومن بعد درت البصله. يعني نتوما تقدروا الطريقه ديروها مع العجينه خضراء تدخلها الطيب. انا البنات تعجبني ندير البصله بحال هكا، والفلفله حتى هي كلشي تندخلو يطيب بحال غير تتسوطه بحال هكا في الفرن غير تطلع فيها ديك السخونيه وصافي. وتجي الطريقه زوينه ديالها. تندير شويه الكفته، تندير كذلك توا درت شويه ديال الطون. يعني العماره تبقى على حسب الرغبه ديالكم وصافي. هاد العماره الصراحه البنات تجي زوينه فاش تديروا الكفته وتديروا الطون والبصله بحال هاد الطريقه. والفلفله ما بغيتو ما ديروهاش، يعني اختيار لكم نتوما. البيتزا البنات درتها على الطريقه يعني بلديه، جات بلديه فيها كلشي ديال الدار كلشي طبيعي تجي زوينه.
هنا زدت الفلفلة، إلا عندكم فلفلة حمرا حتى هي يمكن لكم تضيفوها، هي تيبقى هداك الشي على حسب الرغبة ديالكم. هنا زدت هو الزيتون، قلت لكم تا هو ديال الدار تا هو غير بلدي. صافي هنا في الاخير تنضيف الفرماج بحال هاد الشكل هذا، تتعطي البنات واحد المنظر لا شكلا المذاقا، تيجي فيها تبارك الله، تيجي فيها كلشي غزال، كلشي تيحمى. دابا غادي ندخلها للفران تيذوب الفرموج تنتلاقى معكم. هنا قبل ما ندخلها للبنات رشيت عليها واحد شويه الزعتر من الفوق، تيبقى اختياري. وهذا هو الشكل ديالها البنات، شوف تبارك الله كيف تجي شحال غزاله. ها انت على شويه كانت تقسم لي، على شويه كانت تخسر كامله. شي تبارك الله الشكل ديالها غادي نقسم معكم باش تشوفوها دغيا تتقسم البنات هشيشه 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 بزاف. هانتوما تشوفوا الطريقه ديال فاش تنكون تنقطعها معكم، تشوفوا الشكل ديالها. هانتوما شوفوا البنات دغيا تتقسم، يعني ماشي ديك بيتزا القاصحه ما تتبغي تقصح، ما تتبغيش تجي قاصحه وكارمه ما تتبغيش تقسم. شوفوا البنات تبارك الله، نتمنى تجربوا راه تجي زوينه بزاف، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على القلوب ديالكم، ونتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم مره اخرى. واسمحوا لي على الهضره وعلى طويل الفيديو بزاف، ونتمنى تكونوا تستافدوا، ونتمنى تجربوا هاد الوصفه راه غادي تعجبكم بزاف، غتولي عندكم ان شاء الله معتمده، راه غادي تعجبكم الا جربتوها من اول مره. وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنسوش تخلوا لي شي لايك والتعليق زوين بحالكم، ولا درتوا التعليق خليو تا اللايك.